السلام عليكم طلاب. اليوم شرح محاضرة الأورال سيرجري لكتشر 2. طبعا اللكتشر 2 عبارة عن لكتشر كلش مكرر بقية المواد. فأتصور وصلتكم الفكرة عنه كلش سهل. فراح أبلش وياكم بأول كم شغلة موجودة كمقدمة، وبعدين نبدأ نشرح الفرق بيناتهم ونوصل لأدوات التعقيم. زين. communicable pathogenic organisms. طبعا عندك العدوى بشكل عام. لازم احنا بشكل عام كدنتست تحاول قد ما تقدر تكون بريفنتيف لهاي الامور انه تصير وياك بالعيادة بشكل عام، على مود تحد من انتشار الحالة اللي انت اصلا دا تعالجها، وبنفس الوقت من انت دا تشتغل يعني فد سيرجري معينة او اوبريشن معينة دا تسويها على بيشنت. المفروض تخلي ببالك انه احتمال يصير كونتامينيشن، وهذا الكونتامينيشن ممكن ينقل الك، او اصلا يعني يكون البيشنت مريض وممكن ينقل لك العدوى. فنخلي ببالنا هاي الامور. فالhealth care professionals must learn and practice protocols that limit the spread of contagions and the patient care setting. طبعا اول كم شغلة لازم نركز عليها انه بشكل عام اذا انت تعرف شلون تتصرف وتحاول تكون preventive قدر الامكان، لازم تتعلم واكيد تتدرب على بعض البروتوكولات المعينة. نقول بروتوكولات نقصد يعني بعض الطرق اللي انت تقدر تتعلمها تحد من انتشار هاي العدوى اللي ممكن انت لازم يعني تهتم انه ما تنقلها من بيشنت اخر. فبنفس الوقت احنا هذا الشيء لازم يكون مهم بالنسبة للدنتست الجراح، والسبب الرئيسيات اللي هن اول سبب انه على مود نسوي العملية. من نسوي العملية لازم نخلي ببالنا انه احنا راح نسوي شق معين يعني للسوفت تيشو. انت من تسوي عملية اكيد راح يكون عندك بلود، وهذا الموضوع اكيد يعني احنا نخاف من عنده يصير contamination للمكان اللي احنا دا نشتغل بيه. فاحنا اول خطوة دائما نسويها انه ممكن نشق لثة، ممكن نشق يعني في جزء معين موجود facial structures او بشكل عام بالاورال cavity. زين. the most important barrier against infection، طبعا هذا السوفت تيشيو او اللي احنا راح نحاول نشقه اثناء العملية، هو راح يكون اول حاجز عندنا ضد هاي الانفكشن. يعني انت تخيل عندك فالدم دا يمشي، يعني الدم دا يمشي خلال يعني الاوعية الدموية طبيعي الموضوع. انت تجي تشق السوفت تيشيو فيطلع اكيد الدم برا، وبالتالي يعني الدم راح يتعرض للبكتيريا مباشرة. بينما انت كان عندك هذا الحاجز او الغطاء او الكفر اللي كان يحميك من انه تخلي الدم يتعرض مباشرة الى هاي الامور مثل الفيروسات او البكتيريا. زين. Secondly اللي هي during most oral surgical procedures the dentist assistant and equipment become contaminated with the patient's blood and saliva. لانه قلت لكم احنا نتعامل مع دم ولعاب مال بيشنت، لان احنا نشتغل بالاورال كافيتي. فبالتالي نخلي ببالنا انه اكيد 100% احنا او المساعدين مالاتنا او حتى الادوات اللي نشتغل بيها راح يصير بيها contamination، وبالتالي احنا لازم ندير بالنا من هذا الموضوع ونكون preventive ونحاول قدر الامكان يعني ما ننقل العدوى من شخص لشخص او للادوات اللي نشتغل بيها. The sources of pathogenic organisms in the maxillofacial region which include. طبعا احنا حيكون عندنا هاي ال pathogenic organisms او الكائنات الدقيقة اللي تسبب الامراض موجودة اصلا يعني عندنا بالماكسيلوفيشال ريجن، اللي هي يعني موجودة بشكل عام على الماكسيلا وعلى الوجه بشكل عام، او حتى بالاورال كافيتي. راح تشمل لنا التالي اللي هي الابر ريسبيراتوري تراكت بكتيريا، اللي تكون بكتيريا موجودة بالجهاز التنفسي العلوي. الجهاز التنفسي العلوي حسب تذكري انه المفروض يكون الحد القصبات الهوائية فما فوق، يعني البلعوم اتصور من ضمنها، وكذلك يعني الانف بشكل عام هو يعني يقصد به ريسبيراتوري الابر تراكت. اوكي. اما اللور فهو يشمل يعني اكيد التريكيا، العفو البرونكيول وكذلك اللنكس، وهذا اللور. زين. الماكسيلوفيشيال سكين بكتيريا، البكتيريا المتواجدة بشكل طبيعي على الماكسيلا او على الجلد حتى، هذا الشيء كلش طبيعي. بس ممكن تستفحل اثناء ما انت تكون vulnerable او معرض للcontamination، سبب انه انت تتعامل مع الدم، والدم هذا اصلا يعني قلت لكم بيكون باتصال مباشر مع الجو اللي ممكن يكون اصلا ملوث.
الهيباتيتس او التهاب الكبد يكون هماتين الفيروس موجود مستعد ينتظر باي وقت انت مناعتك تنزل او يعني اكو جرح، فبالتالي يسبب لك الاذية. وعندك الهيومن immunodeficiency HIV viruses، فانت بهاي الحالة اذا عندك نقص مناعة او عوز المناعة المكتسب او غيره، بالتالي يعني انت لازم تحاول تحمي البيشنت بقدر الامكان او حتى انت. والمايوبكتيريوم tuberculosis اللي هي هماتين السل ممكن يكون متواجد، وبالتالي احنا بنحاول نحمي نفسنا من هذا الموضوع. زين، aseptic technique terminology. طبعا عندنا بعض المصطلحات اللي راح تشرح لنا شنو هو الخلل اللي دا يصير عندنا من يكون عندنا مايكرو اورجانيزم، وشنو الطريقة اللي نطهر بها وانواع التطهير. زين، السبسس، تعريف السبسس is the breakdown of living tissue. يعني البريك داون مال التيشيو يصير بسبب وجود كائنات دقيقة. لهالسبب احنا ما نريد نخلي اي contamination يصير عندنا، على مود لا نضحي انه الليفينج تيشيو مالتنا اللي احنا دا نشتغل عليه يصير به contamination، بالتالي بريك داون الليفينج تيشيو وممكن يسبب عندنا مشاكل للبيشنت وحالات يعني complications تصير، واللي يكون غالبا يجي ويصير وياه الالتهاب، فيعني يكون مصاحب للالتهاب usually مو دائما. تمام. medical asepsis is the attempt to keep patients, healthcare staff and objects as free as possible for agents that cause infection. يعني هنا بشكل عام انت دا تسوي controlling المن بالضبط، تسوي controlling للامور اللي انت دا تتعامل وياها بشكل عام، مع الامور اللي انت اللي قاعد تستخدمها كالانسترومنت، وحتى الامور اللي دا تستخدمها اثناء يعني التعقيم. هاي لازم انت بشكل عام تحاول تكون بشكل عام محترف بشغلك، وما تحاول تسوي اي انفكشن دار مدايرك، بالتالي يعني انت تكون preventive حيال هذا الموضوع. Surgical asepsis is the attempt to prevent microbes from gaining access to surgically created wounds. احنا راح نشتغل بشق معين مثلا نسويه اثناء العملية الجراحية، وبالتالي انت ما المفروض بهاي الحالة تخلي الميكروبس تدخل لهذا الشق، لانه قلت لكم راح يكون تعرض مباشر مع الدم. زين، الانتيسبتكس. شنو الانتيسبتكس؟ هي فرق بسيط، يعني تلاحظون تعريف نفس الشيء بالاصفر اللي مأشرة اني، اما بالاخضر هو المختلف. ف are substance applied to living tissue. يعني الانتيسبتكس ما راح يسوي اي irritation من تحطه على living tissue، وبالتالي يعني هذا معقم للسوفت living tissue بدون ما يسبب له اي ضرر، بس هذا راح يسوي لنا that can prevent the multiplication of organisms capable of causing infection. راح يمنع لنا تكاثر هاي المايكرو اورجانيزمز، وبالتالي راح يمنع لنا الانفكشن. اما الديسانفكتنت هو فرقه الوحيد عنه انه هذا يخص الاوبجكتس بشكل عام، يعني الاوبجكتس الادوات اللي احنا هماتين دا نشتغل بيها هنا راح نخلي هاي المايكرو اورجانيزمز ما تتكاثر عليها، وبالتالي عم نستخدمها تكون كلين ما بيها شيء، ونشتغل بيها بدون ما انه نفكر الادوات اللي نشتغل بيها ملوثة، وبالتالي ممكن يسبب لنا هاي المشكلة. بس انه هذا ما يصير نحطه على الليفينج تيشو. ليش؟ راح يسبب لنا اريتيشن او يعني ممكن يؤذي الليفينج تيشو. زين، هنا هاي هماتين 3 مصطلحات كلش مهمة تخص التعقيم. زين، الستيريليتي اللي هي is the freedom from viable forms of microorganisms. يعني بنقول viable يعني تشمل شغلتين: تكاثر الكائنات المجهرية، وبنفس الوقت انه تكون حية. احنا لازم نتخلص من الشغلتين: تكاثرها وانه تكون حية، يعني نقضي عليها ونمنع تكاثرها. فهي التخلص بشكل مطلق من التكاثر إلها ووجودها حية، وبالتالي هاي الأمور تشمل مثل البكتيريا أو البكتيريال اندوسبورز أو الفيروسز وغيرها، يعني المايكرو اورجانيزمز المعروفة. زين، سينيتايزيشن. طبعا هذا فرقه عن هذا الفوق، انه هنا احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي شغلة تختلف، شغلة بسيطة كلش، بس بنفس الوقت ما تضمن انه 100% خلصنا من المايكرو اورجانيزمز الموجودة. لا، هذا اختلافه عن الفوق بشغلة واحدة، انه احنا نقلل العدد رغم درايتنا انه ما راح نتخلص من كل شيء 100%، بس هذا الشيء راح يكون سيف نوعا ما. ليش؟ لانه حاطينا standardization، يعني اللي هي الببليك هيلث ستاندردز، حاطت لنا فد معايير خاصة نمشي عليها. من راح نسوي هذا الموضوع ونقلل العدد نكون شغلنا سيف يعني، وبالتالي ما راح نقدر نشيل هم، لانه الكمية اللي نتعامل وياها من المايكرو اورجانيزمز قليلة. فهنا راح
يكون الموضوع حماتين سيف احسن من ما انه نشتغل ويا اعداد اكبر من مايكرو اورجانيزمز، وبالتالي يعني ممكن الانفكشن تصير ويصير عندنا مشاكل هواية. وطبعا هنا يقول لك ملاحظة ضرورية انه ما لازم يعني ما لازم انه ندوخ شنو فرق الستيريليتي عن السينيتايزيشن. والفرق بسيط، انه قلت لكم الفوق يقضي عليها 100%، الجوا لا يقلل عددها. زين، الديكونتامينيشن هو نفس الشيء، نفس السنتيزايزيشن، بس الفرق بسيط اللي هو هذا ما مرتبط بأي معايير محطوطة، إنما تقريبا تقدر تقول إنه أنت تشتغل وتعرف إنه هذا الشيء ما راح يقضي على 100% من الميكروبس، بس تعرف راح يقللها، بس أنت ما ماشي على فد معايير محطوطة، وبالتالي يعني هذا الشيء أنت غالبا راح تتحمل مسؤوليته. بس على الأقل أحسن من ما إنه أنت ما تسوي شيء حيال الموضوع وتعوف المايكرو أورجانيزمز تكون موجودة وممكن تتكاثر. زين، techniques of instrument sterilization. عندنا هنا ايش كم تكنيك راح نستخدمه على مود نسوي الستيرلايزيشن، انه نتخلص من البكتيريا الموجودة على الانسترومنتس مالتنا. زين، عندنا شغلتين، الكيميكال والفيزيكال. الكيميكال يعني مواد كيميائية راح نستخدمها على مود نتخلص من الميكروبس. اما الفيزيكال فهي الاستخدام اكيد الفيزيكس اللي هي يعني درجات الحرارة وطبعا الحرارة يعني، واكيد يعني الظواهر الاخرى مثل الاشعاع، وكذلك الميكانيكال ديسلوجمنت اللي هو التفكيك ميكانيكي راح يصير لنا. فراح اقرا لكم العبارة واحكيكم شغلة شغلة. زين، The chemical and physical agents are the two principal means of reducing the number of microbes on a surface. هذا حيقلل لنا العدد وممكن يقضي عليها بشكل تام، مثل الانتيسبتكس والديسانفكتنتس. الانتيسبتكس مثل ما قلنا راح يقضي عليها 100%. الديسانفكتنت هنا قلنا فرقه انه الانتيسبتكس للليفينج تيشو، الديسانفكتنت هو للانسترومنتس غالبا. اما الاثيلين اوكسايد والغاز هاي عباره عن ميجر كيميكالز اللي راح نستخدمها على مود نقضي على الكائنات المجهريه اللي موجودة على السطوح. فهاي الأثيلين أوكسايد والغاز هي مواد كيميائية. أما شنو المواد الفيزيكال اللي حكيت عليها، اللي هي الهيت والإراديشن، يعني الحرارة والإشعاع، اللي هي الإكس راي يعني يستخدموها، أو حتى يعني يستخدمون أي أشعة، المهم يعني على مود يسوون الستيرلايزيشن المواد مثل النيدلز يعني بالمعامل، أكيد راح يعرضوها الإشعاع على مود تقضي على المايكرو أورجانيزمز. وتجينا النيدل يعني مطهرة 100% وصالحة للاستخدام بدون ما انه انت تقعد السرنج يعني العفو النيدل كذلك، فبدون ما انه انت تقعد تسوي لها اي تعقيم. الميكانيكال ديسلوجمنت يعني في طرق معينة تستخدمها على مود تسوي تفكيك ميكانيكي هماتين للسيل ستراكشر مال البكتيريا على سبيل المثال. زين، فهذني are the primary physical means of eliminating viable organisms. يعني حفظوهن هن ثلاثة، هذني ثلاثة، وهنا عندنا شو اسمه هم ثلاثة أو أربعة الفوق، antiseptics disinfectant ethylene oxide وغاز. عفوا ثلاثة، antiseptics disinfectant ethylene oxide غاز. هذني ثلاثة بالكيميكال وثلاثة بالفيزيكال. زين، any means of instrument sterilization to be used in office-based dental and surgical care must be reliable, practical and safe for the instrument. طبعا أي أداة احنا راح نستخدمها لازم تكون بشكل عام موجودة عندنا بالمكتب، تكون مطهرة. ما يصير نستخدم أداة يعني احنا ما بنعتمد عليها وتكون suspectable انه بيها فد مايكرو اورجانيزمز. لازم احنا نتأكد انه هاي الأدوات يعني عمليا راح نستخدمها وبنفس الوقت تكون فعالة، ونتأكد انه ما راح تسبب لنا اي مشاكل نشتغل بيها. زين، the three methods generally available for instrument sterilization. طبعا الطرق الثلاثة اللي راح نستخدمها على مود نسوي الستيرلايزيشن بالمواد اللي عندنا احنا بالمختبر او بالاوفيس بشكل عام، الدنتال اوفيس، اللي هي دراي هيت، المويست هيت، والاثيلين اوكسايد غاز، اللي هنا ثلاث شغلات. طبعا راح نشرحهم وحدة وحدة ونعرف شنو الادفانتج مال كل وحدة والديسادفانتج مال كل وحدة، وشنو اكثر وحدة نستخدمها، وشنو اكثر وحدة متوفرة، وشنو اكثر وحدة غالية. الدراي هيت. Dry heat is a method of sterilization that can be provided in most dental offices because the necessary equipment is no more complicated than a thermostatically controlled oven and a timer. طبعا اختصر لكم هذا الكلام انه هو هذا راح يكون كل الشغلة عادية انه تتوفر بالمكاتب مال طب الاسنان او العيادات مال طب الاسنان وتكون اساسية. ليش؟ اول شغلة انه هي easy to use.
ليش؟ لان هي عبارة عن فقط اوفن تتحكم به بدرجة الحرارة وتايمر، يعني بس مؤقت ودرجة حرارة، ويكون اصلا يعني من اكثر الامور اللي سهلة تحصلها، وتكون يعني فعالة وسهلة الاستخدام. زين، ال dry heat is most commonly used to sterilize glassware and bulky items. احنا حنستخدمه على مود ان نسوي تعقيم للجلاسوير اللي هي الفلاسكات اذا تعرفوها، يعني هذا القزاز. وبنفس الوقت البولكي ايتمز يعني المواد اللي شوية نوعا ما كبيرة that can withstand heat but are susceptible to rust، اللي راح تقدر بشكل عام انه تتحمل الحرارة بس ممكن تكون معرضة للصدأ. فاحنا الدراي هيت يعني ماكو المفروض اي مويست بالموضوع او رطوبة، فبالتالي اذا عندنا مواد يعني نحس بها ممكن تتصدأ نستخدم الدراي هيت على مود ما يصير عندنا صدأ ونقدر نعقم هالمواد. The success of sterilization depends not only on attaining a certain temperature but also on maintaining the temperature for a sufficient time. انت مو الهدف انه انت راح توصل لدرجة حرارة معينة، لا، الهدف انه انت تبقي درجة الحرارة هاي لمدة كافية. يعني انت مو خلاص وصلت لها طفيت الاوفن، لا، توصل لدرجة الحرارة الكافية وتبقيها الوقت كافي. زين. Therefore, the following three factors must be considered when using dry heat. هاي السبب راح نتبع كم شغلة نعتمد عليها ونستخدم هذا الاوفن. warm up type for the oven and the materials to be sterilized. اكيد يعني راح نحط وقت كافي على مود هاي المواد تحمى، يعني نحط الوقت يعني اللي احنا اللي نعرف به حيكون الاسترايزيشن واصل مرحلة كلش جيدة، فنحدد هذا الوقت مال الاوفن اللي هو عن طريق التايمر، ونخلي المواد على مود تتعقم. الهيت conductivity of the materials، لازم نتأكد المواد اللي نستخدمه كذلك توصيل درجة الحرارة تكون جيدة. والاير flow throughout the oven and through the objects being sterilized. اكيد راح يكون هماتين، ممكن اكو هواء بداخل الاوفن او يعني يكون على الاقل بتهوية عن طريق انه الهواء يفوت ويطلع، وبالتالي هذا الشيء راح يوفر لنا تدوير للهواء، وهذا الشيء يعني يكون من جانب الشيء الجيد لانه ده يسبب لنا efficiency بعملية التعقيم. زين، هنا in addition time for the sterilized equipment to cool after heating must be taken into consideration. طبعا هاي اهم سلبية انه احنا ورا ما اكيد نحطها بالاوفن وراح يصير بيها تعقيم لازم ننتظرها تبرد على مود نستخدمها مرة ثانية، الموضوع ياخذ وقت. زين، the time necessary for dry heat sterilization limits its versatility because its lengthens the turnover time and forces the dentist to have many duplicate instruments. هذا الكلام نختصره انه هذا الشيء ما راح يكون كلش عملي بالنسبة للدنتست. ليش؟ لانه بكل بساطة انه هذا الجهاز رغم سهولة استخدامه اكو بيه سلبية، انه الوقت اللي ياخذه كلش هواي. يعني انت اذا تيجي تشتغل البيشنت مثلا وانت العيادة عليك واقفين نقول 5، اشتغلت الواحد، يعني انت تدري انه ممكن الادوات اللي تريد تعقمها تاخذ ساعات، وورا ما تتعقم وتطلعها من الفرن تنتظرها تبرد يلا تقدر تستخدمها، فهذا شيء سلبي. فاحنا شلون ممكن يعني نستخدم هذا الجهاز وممكن يعني نقدر نتحمل الوضع؟ عن طريق انه الدنتست ينجبر يشتري الاغراض نفسها باعداد مكررة او مضاعفة، فبالتالي ممكن يتخلص من هذا الموضوع ويقدر يشتغل لأكثر من بيشنت بنفس اليوم وبوقت زين. يعني مع نحط ببالنا انه عامل الوقت لا زال موجود، وهذا الشيء راح يقلل من التأثير بس ما راح يمنع انه احنا هذا الشيء ده يسبب لنا تأخير بشغلنا. زين، the advantages of dry heat are the relative ease of use and the unlikelihood of damaging heat resistant instruments. طبعا ايجابياته انه هذا الجهاز كل سهل للاستخدام، وبنفس الوقت على عكس بقية يعني الاجهزة اللي ممكن راح تسبب لنا اذية للانسترومنتس اللي احنا دا نستخدمها وممكن تتلف. وهاي يعني غالبية اللي نستخدمها بالتعقيم بالحرارة تكون مقاومة للحرارة، بس بعض الاجهزة ممكن حتى الانسترومنتس المقاومة للحرارة تتلف. زين، the disadvantages are the time required to achieve sterilization and the potential damage to heat sensitive equipment. طبعا لانه هو ياخذ وقت هواية، ممكن تكون عندنا بعض المواد اللي نعقمها حساسة للحرارة، وهاي ويا الوقت راح تزيد تلفها، فهذا الشيء نحطه بالحسبان لانه ياخذ وقت هواية. فيعني كل ما احنا نحطها ونعقمها ويا الوقت راح تتلف شوية شوية الى ان نذبها. زين، هسه نوصل للمويست هيت.
المويست هيت هو عبارة عن جهاز نستخدمه على مود نوصل للسترلايزيشن، وهو راح يكون اكيد اكثر كفاءة من الدراي هيت. ليش؟ لانه اول شغلة هو راح يكون فعال اكثر بدرجات حرارة واطية، ويحتاج وقت اقل. يعني حللنا مشكلة انه درجة الحرارة ممكن تكون عالية كلش اللي نحتاجها بالاوفن، بنفس الوقت اللي يحتاجه الاوفن هواي. هنا لا، بالعكس، هنا درجة حرارة اقل بهواية من اللي يحتاجها الاوفن و requires less time، الوقت اقل. The reason for this is based on several physical principles، والسبب اعتمادنا على الفيزياء اللي راح تسهل لنا هذا الموضوع. زين، الفيرست water boiling at 100 celsius. المي بشكل عام انتم تعرفون بيه انه يغلي عند درجة 100 سيليزي، راح ياخذ وقت اقل بهواية على مود يقتل المايكرو اورجانيزم اكثر مما الدراي هيت ممكن يقتلها. يعني انت ممكن تقتل فد 100 مايكرو اورجانيزم خلال دقيقة، بينما خلال ساعة ممكن الدراي هيت يقتلك فد 200. يعني تشوفون انه بالدقيقة دا نقتل اكثر، بالدقيقة دا نقتل اكثر، يعني المعدل كله زين فد 100، بينما بالدراي هيت مثلا على سبيل المثال قلت لكم نقتل 200، فانت بالدقيقة هناك اذا تحسب بالساعة ايش قد لعد اكثر بهواية. فهي هنا الفكرة، وبشرط درجات حرارة اقل يعني. زين، then does dry heat at the same temperatures. العفو، هنا بنفس درجات الحرارة. يعني اذا تجيب درجة حرارة الاوفن مع هذا وبنفس الوقت نشغلهن، راح نلاحظ انه هذا يقتل المايكرو اورجانيزمز اسرع بهواية وبنفس درجة الحرارة مع هذا. because water is better than air at transferring heat. ليش؟ لان المي يوصل درجة الحرارة افضل بهواية من الهواء. اوكي، الشغلة الثانية شنية؟ انه احنا عندنا المي اذا نحطه بغرفة درجة حرارة الغرفة العادية، هذا المي من راح نحطه نريد نحوله الى ماء مغلي، الموضوع ممكن ياخذ وقت. بينما بهذا الجهاز الموضوع راح يكون سريع. يعني تخيل انه تكون 7 اضعاف مرات الحرارة اللي تحتاجها على مود توصل المي اللي يغلي الى بخار ماء. يعني انه تكون العملية اسرع ب7 مرات مقارنة عن ما انه انت مثلا حاط جدر مال مي تحميه مثلا بدرجة حرارة الغرفة، الموضوع ممكن يطول على ما يقوم يغلي. لا، بهذا الجهاز الموضوع راح يكون 7 اضعاف اسرع من تريد انت تحول حتى البويلنج ووتر الى ستيم. تمام؟ زين، when steam comes into contact with an object, the steam condenses and almost instantly releases that stored heat energy. طبعا من يطخ هذا البخار مال الماء بأي شيء انت حاطه بداخله او هذا الجهاز، راح ينكمش البخار مال الماء اللي موجود بداخله، وبنفس الوقت راح يطلق الحرارة اللي موجودة بداخله، واللي بنفس الوقت راح تسبب تغير سريع ببروتينات الخلايا اللي موجودة هاي الادوات الموجودة. يعني الخلايا مال المايكرو اورجانيزمز، بالتالي تسوي ديناتشوريشن للبروتينز الموجودة. زين، saturated steam placed under pressure autoclaving is even more efficient than non-pressurized steam. The container usually used for providing steam under pressure is known as autoclave as shown in the figure. زين، عندكم انه الجهاز هذا ممكن يكون بضغط للبخار وبدون ضغط. احنا اللي يكون more efficient اكيد اللي بيه ضغط للبخار، لانه حيكون بكفاءة اعلى، وبنفس الوقت الجهاز اللي يكون بضغط للبخار الماء راح نسميه الاوتوكليف اللي موجود عندنا مختبر المايكرو. والمادة الادفانتجز راح تكون كالتالي: انه المويست هيت راح يكون بكفاءة اعلى، بنفس الوقت سرعة اكثر، وبنفس الوقت يعني اذا تقارنه يعني او تقارنه بالتوفر مالته بالنسبة للادوات المتوفرة انه تقدر تحطها بالاوتوكليف، راح تكون كميتها كل زيادة. يعني الادوات اللي تستقبل انه تخليها بالاوتوكليف حتكون كميتها زيادة. يعني غالبية الادوات راح تدخلها بالاوتوكليف وتقدر تسوي لها الستيرلايزيشن. اما disadvantages انه include the tendency of moist heat to dull and rust instruments and the cost of autoclaves. طبعا عندنا 3 شغلات سلبية موجودة بالاوتوكليف، اللي هي ان المويست اللي موجودة بيه ممكن تسبب لنا الزنجار، انه تزنجر الادوات،
تصدع، وبنفس الوقت ممكن تكون الادوات اللي دا نستخدمها باثناء التعقيم حادة وراح تصير مو حادة تكون ضل. فهاي الشغلة نحطها ببالنا. والشغلة الاخيرة انه هو غالي كلش الاوتوكليف، فهي هاي سلبياته فقط. هنا عندنا جدول، الجدول هذا للاطلاع تقدرون تقرون الارقام، اما هذا بالنسبة له مطلوب مقارنة. هنا الفرق بين الدراي هيت والمويست هيت. انا ما راح اقرا لكم اياه، هو فقط جدول سهل يبقى عليكم على مود الطول مال المحاضرة. Sterilization with gas. Certain gases exert a lethal action on bacteria by destroying enzymes and other vital biochemical structures. طبعا بعض الغازات راح تكون عندها فد سلوك معين، تطلق بفد اكشن معين، يعني يكون كلش قاتل للبكتيريا وراح تدمر الانزيمات مالتها. وكذلك يعني البايو كيميكال ستراكشر مالتها راح يتدمر بسبب انه هاي الغازز يعني بيها فد قابلية على يعني تسوي افكت ضد الانزيمات اللي موجودة عن طريق انه تتحد ويا الانزيمات وبالتالي تدمرها وما تخليها تشتغل. So, of the several gases available for sterilization, ethylene oxide is the most commonly used. عندنا هواية غازات للستيرلايزيشن، بس هذا اشهر واحد بيهن اللي راح نستخدمه بكثرة اذا ردنا نستخدم sterilization with gas. Ethylene oxide is highly flammable gas، يعني راح يكون من اكثر الغازات اللي تكون يعني لها قابلية للاشتعال عالية، لذا راح نخلطها مع الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون او نيتروجين حتى نخليه آمن للاستخدام. Ethylene oxide is a gas at room temperature، يعني درجة حرارة الغرفة راح يكون غاز. It can readily diffuse through porous materials such as plastic and rubber، راح يفوت بكلش طريقة سريعة وينتشر عن طريق فتحات البلاستيك وكذلك الربر، يعني المواد يعني البلاستيكية غالبا راح تكون انه كلش سهلة انه نسوي لها sterilization عن طريق طريقة الغاز. فدرجة حرارة 50 هو كلش يعني عنده كفاءة عالية على قتل جميع المايكرو اورجانيزمز الموجودة على الاكوبمنت اللي انت تريد تسوي لها sterilization including spores within 3 hours، يعني السبورز اللي هي طريقة يعني الحفاظ على النوع للبكتيريا او تكاثرها، فبالتالي يعني هذا راح يقضي لنا على تكاثر هاي البكتيريا الموجودة خلال 3 ساعات فقط. However, because it's highly toxic to animal tissue, equipment exposed to ethylene oxide must be aerated for 8 to 12 hours at 50 سيليزيوس 50 سيليزيوس to 60 سيليزيوس، لا تقولي ليش تقراها بالعربي، or at ambient temperatures for 4 to 7 days. طبعا على الرغم من انه هو كلش efficient ممكن، بس راح يسبب لنا مشكلة اللي هي ممكن يكون او مو انه ممكن يكون، هو كلش سام يعني للانيمال تيشو. بالتالي الاكويبمنت اللي متعرضة الى هذا الغاز لازم نخليها على تهوية لمدة 8 ساعات الى 12، يعني ما تقدر تشتغل بها رأسا، لازم تخليها تتعرض للتهوية يلا تقدر تستخدمها at 50 to at 50 سيليزيوس to 60. هم رجعت قلت 50 يعني بدرجة حرارة 50 أو 60 سيليزيا تخليها تتهوى، or at ambient temperatures for 4 to 7 days، أو بدرجة حرارة المحيط اللي دار مدارك لمدة 4 أيام إلى 7 أيام، اللي هي مدة كلش طويلة. الادفانتج مالته الكفاءة مالته كلش عالية بالاسترلايزيشن للمواد اللي تكون مثقبة أو بها فتحات صغيرة مثل البلاستيك أو لارج equipment، المواد الكبيرة اللي نستخدمها and materials sensitive to heat or moisture، المواد اللي راح تكون كلش حساسة للحرارة وكذلك الرطوبة. The disadvantages السلبيات اللي تخص هذا الموضوع انه هذا راح يكون يحتاج الى ادوات كلش خاصة على مود انت تقدر تعقم، فبالتالي الطول مال العملية مال sterilization راح تاخذ وقت، وبنفس الوقت مال تعرض المواد للتهوية هم راح ياخذ وقت، وبنفس الوقت احنا نعرف المادة سامة، فاحنا على مود نقلل سمية المادة بعد ما كملنا التطهير بيها لازم نعرض الشغلة اللي طهرناها الى التهوية، فيعني كلش قليل يستخدموه. Techniques of instruments disinfection.
Many dental instruments cannot withstand the temperatures required for heat sterilization. يعني هواية مواد أو هواية العفو أدوات ما تقدر تتحمل درجات الحرارة اللي راح نقدر نسوي لها تعقيم. بالتالي اكو بعض الشغلات ما نقدر نعقمها بدرجات الحرارة العالية، فنتجنب نعقمها بطريقة الفيزيكال تكنيك. راح نجرب طريقة الكيميكال. Therefore, if sterilization with gas is not available and absolute sterility is not required, chemical disinfection can be performed. إذا ما كان متوفر عندنا طريقة الغاز اللي حكينا عليها، راح نلجأ لطريقة آخر، بس بحالة واحدة إذا كنا نعرف الستيريليتي اللي 100% مو كلش مطالبين بيها، ونقدر يعني نستخدم الكيميكال ديسانفكشن. راح نستخدمه يعني انه انت تعرف ممكن راح يبقى المايكرو اورجانيزمز، بس تعرف انه ما راح يسبب مشكلة كبيرة، فعادي يعني نقدر نستخدم طريقة الكيميكال ديسانفكشن اذا ما كان عندنا الغاز موجود، اللي هي substance acceptable for disinfecting dental instruments for surgery include المواد اللي هي تقدر كلش عادي تسوي لها disinfection بدال ما تسوي لها sterility. حتكون كالتالي احنا معدديها بالسيرجري، اللي هي الجلوتا الديهايد، الايودوفورس، والكلورين كومباوندز and formaldehyde والجلوتا aldehyde containing compounds are the most commonly used. طبعا من اكثر الشغلات اللي راح نستخدمها على مود نعقم المواد اللي موجودة عندنا بالسيرجري، اللي هي هاي المواد اللي عددتها. انا العفو ما كان قصدي انه هي هاي الادوات اللي راح نستخدمها، الادوات اللي راح تتعقم، انما هي هاي المواد اللي راح نستخدمها على مود نعقم ادوات السيرجري. اوكي، هي هذني تعدادهن. فاذا قالت لك شنو المواد اللي تتقبل تعقمها يعني disinfection، سوي disinfection بالسيرجري، هل تعدد لها هذني. فتعدد المواد اللي نقدر نستخدمها بالdisinfection للdental instrument for surgery. زين. alcohols are not suitable for general dental disinfection. ليش الكحول كلش مو مناسب انه نستخدمه كوسيلة للتعقيم؟ لانه بكل بساطة انه راح يتبخر بسرعة كبيرة، وبنفس الوقت احنا نقدر نستخدمه احيانا انه نعقم به اللوكال انستاتيك كارتجز، اللي هي هذني. طلعت لكم صورة من النت على ما تعرفون شيء، اللي هي اتصور الامبولات هذا اللي يحطون بيها التعقيم، فيعني هاي تتعقمها تتأكد انه ما يصير بيها اي تلوث. certain procedures must be followed to ensure maximal disinfection regardless of which disinfectant solution is used. هنا راح نركز على شغلة، اللي هي بعض الامور اللي احنا لازم نركز عليها على مود نخلي مالتنا الديسنفكشن يكون يعني صحيح 100%، وبنفس الوقت ما ندير اهتمام للمادة اللي دا نستخدمها. يعني ممكن نستخدم اي مادة، بس بنفس الوقت لازم نعرف انه راح نستخدمها بشكل صحيح ونستفاد منها 100%. فشنو الخطوات اللي راح تخلينا نستفاد من المادة اللي دا نعقم بها 100%؟ هاي اللي هي انه اول شغلة المادة اللي احنا دا نستخدمها لازم نعيد تهيئتها كل مرة، ومن نحس المادة اللي احنا دا نعقم بها تلفت او كذا نذبها. اوكي، بنفس الوقت هذا الشيء راح يحدد منو اللي مسوي المادة نفسها او صانع الديسنفكشن، هذا هو راح يكتب لك المعلومات الخاصة به. زين، بنفس الوقت اللي الانسترومنت اللي راح تبقى مع المحلول راح يكون لها مدة معينة. ما يصير انت تجيب مادة جديدة وتخبطها ويا المادة اللي انت يعني ويا الأداة اللي تحط تعقمها. يعني سؤال، هسه انت حاط مثلا على سبيل المثال فد فورسبس معينة بمحلول على مود تعقمها. اوكي، ما يصير انت تجي وراها تجيب التويزر ورا فترة وهذا بعدها يعني دا يتعقم، تجيب التويزر وتخليه بالمحلول. ما يصير، تعوف كل مادة تتعقم مبحدة، يلا تقدر تضيف مادة ثانية، تضيف أداة ثانية ورا ما تكمل تعقيم الأولى. زين. All instruments must be washed free of blood or other visible material before being placed in the solution. لازم ننظف المواد، ننظف الأدوات من الدم اللي موجود عليها، وبنفس الوقت الماتيريال اللي ممكن نشوفها عليها، ممكن وسخ ممكن أي شيء، لازم ننظفها. The instruments must be rinsed free of chemicals and used within a short time. لازم بعد ما انه احنا سوينا لها التعقيم انه نشطفها
يعني نسوي لها شطف، وبنفس الوقت نستخدمها بوقت كلش قصير. زين. Maintenance of sterility, the use of disposable materials and drugs used during oral and maxillofacial surgery. الماتيريالز والعقاقير اللي راح نستخدمها بشكل عام بالاورال كافيتي والماكسيلوفيشيال سيرجري، مثل السوتشرز او اللوكال انستاتيك والسكالبال بليدز والسيرنج with needles. هاي الامور راح تكون بشكل عام معقمة او جاية معقمة من الشركة المصنعة، مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة انه السرنج ممكن تجي معقمة من المعمل عن طريق الاشعاع، وبالتالي انت راح تكون جاهزة للاستخدام. فاحنا هنا راح نحير بشغلة، شلون نحافظ على هاي المواد بدون ما تتعرض للكونتامينيشن من نستلمها. فاكو خطوات معينة احنا راح نمشي عليها على مود نحافظ على المواد تكون معقمة، او ممكن حتى المواد توصلك معقمة بالطرق السابقة اللي احنا حكيناها فوق. To maintain sterility, only the dentist must probably remove the material or drug from its container. طبعا على مود احنا نحافظ على الستيريليتي مال الانسترومنت اللي دا نستخدمها، او المادة اللي دا نستخدمها، او العقار اللي دا نستخدمها. نخلي الدنتست هو اللي يفتح هاي الشغلة من الباكيت مالته. على سبيل المثال most surgical supplies are double wrapped. اكثر الامور اللي تكون جراحية راح نلاحظ بيها انه تكون مرتين مغلفة، والسبب انه الاوتر رابر. على العموم فاحنا الكفر الخارجي مال المادة اللي احنا استلمناها ما راح نشيلها، انه وهي تكون مصممة اصلا انه انت تشيلها بدون ما تهتم انه راح تتلوث او لا، لان هي بيها اصلا ربرين، واحد اوتر واحد انر. الاوتر انت راح تسوي لها هاندلنج بكل سهولة بدون ما تحير، على مود سهولة النقل من مكان لمكان. اما الانر لا والله شغلته واحد هذا. الانر احنا شلون راح نسوي له انرابنج؟ الطريقة راح تكون عن طريق تكنيكات معينة راح نستخدمها على مود نحافظ على المادة تبقى ستيرلايزد مثل ما اجتي من المعمل. فعلى العموم يعني عندنا اكو هواية مواد مثل الجلافز اللي سيرجيكال تكون ما لازم احنا نعرضها للكونتامينيشن، انه نلزمها بايدنا. اكو طرق معينة نمشي عليها. The ungloved individual may allow the surgical material to drop into a sterile part of the surgical field, or allow an individual gloved in a sterile fashion to remove the wrapped material in a sterile manner. يعني اكو هواية طرق نقدر نلبس بها مثلا السيرجيكال glove اذا تلاحظون، اللي هي اول شيء عن طريق انه نشيل الشغلة اللي احنا نريد، يعني الشغله اللي نريد نحن مثلا نستخدمها تكون ستيرلايز. مثل على سبيل المثال قلت لكم الجلاف راح يكون بيها فد مكان معين ستيرلايز، تقدر انت تمد ايدك وتتاكد ما راح يصير كونتامينيشن على الطرف الاوتر، وبالتالي يصير عليه كونتامينيشن. يعني مثلا الشف هنا اذا تلاحظون من تفتحه من تشيس تقدر يا اما مساعدة شخص هو يعرف شلون يحافظ على المادة ما يصير بيها كونتامينيشن. مثل هنا لازمها من الاوتر رابر اذا تلاحظون، ويخلي الشخص اللي هو اصلا يعني يعرف شلون يلبس الشف بدون ما يصير بيه كونتامينيشن. هسه هنا تلاحظون هو لابس شف، وهذا الشف يعني ستيرلايز، فهو شي يسوي؟ يلبس الشف الثاني، يعني يعرف هذا ستيرلايز حيطلع من التشيس ويلبس الشف الثاني بكل سهولة. هنا لها بنفس الحالة اذا تلاحظون جايب الشيف الاول لابسه هو بطريقة يعني كلش محترفة، انه اذا تلاحظون شلون يقدر يلبسه بدون ما انه يتعرض للكونتامينيشن. هسه هو هنا مقلوب راح يلبسه وراح يقلبه على مود الشيف يعني يصير على الطرف الستيرلايزد. يعني انت تخيل انت راح تضخ ايدك على الطرف اللي يكون عرضة للكونتامينيشن، انت شو تسوي؟ تقلبه بطريقة احترافية، راح يكون الطرف اللي انت قلبته عليه يكون ستيرلايزد. يعني شلون؟ هسه هنا بالعلبة اذا تلاحظون انت على مود تلزم الشيف راح تلزمه من مكان لازم انت يعني تكون لمس مباشر بينك وبينه. هذا الطرف يعني حيصير بيه كونتامينيشن اكيد، بس هو جاي من الشركة انه هو اصلا مخصص من تريد تلزمه يصير بيه كونتامينيشن. فانت من راح تقلبه الشركة عايفت لك الجزء اللي بيه ستيرلايزيشن بالمقلوب، فانت من راح تقلبه راح يعني يكون الجزء الستيرلايزد موجود هناك،
وتبقى المادة sterilized 100% وما تشيلها. يعني هي الشركة أصلا مطيتك instructions شلون تلبس الجف بدون ما تحير بهذا الموضوع، أو مساعدة شخص ممكن هنا مثل ما تشوفون هو يساعده يطي الكيس ويفتح لي إياه، وهو بس مجرد يلبسه مباشرة، أو يكون هو أصلا يعني عارف شلون يتعامل مع المادة. زين. surgical field maintains. انت بشكل عام من تكون بمادتك السيرجيكال فيلد لازم تحاول تحافظ على انه ما يكون باي contamination. فأدنى المواد اللي موجودة عندنا بدنا نستخدمها مثل الانسترومنتس او حتى الدراكس لازم نكون متأكدين من عندها انه 100% تكون disinfected او حتى sterilized. ف once instruments are sterilized or disinfected they should be set up for use during surgery. انت من تكون كل شيء من الادوات مالتك كلها مطهرة لازم احنا نكون على استعداد انه نروح للسيرجري ونسويها، ونتأكد ان احنا قبل لا نروح للسيرجري اللي نريد نسويها المواد مالتها كلها مطهرة، كذلك الادوات. in a manner that limits the likelihood of contamination. الطريقة انه تتأكد انه ماكو اي contamination ممكن يصير بواسطة المايكرو اورجانيزمز. وكذلك بنفس الوقت تتأكد انه هاي المايكرو اورجانيزمز ما راح تفوت للماكسيلوفيشال فلورا وما راح تأذي البيشنت مالتك. A flat tray should be used and 2 layers of sterile towels or waterproof paper should be placed on it. هنا راح نجي نحط مثل الفرشة تكون فلات، وبنفس الوقت راح تكون من طبقتين. طبقة الطبقتين راح تكون sterilized اوكي، وبنفس الوقت ممكن تكون عندنا الطبقتين waterproof paper. فبنفس الوقت احنا راح نخلي عليه الادوات مالتنا على مود نتأكد ما يصير بيها contamination. يعني المكان اللي احنا نخلي عليه الادوات ما راح نخليه على ديسك عادي، لا نخليه على مكان sterilized اللي هو الفلات تراي اللي قلت لكم ممكن يكون sterilized tower او waterproof paper. Then the clinician or assistant should lay the instrument back on the platform and open out the edges in a sterilized fashion. يعني راح يجي المساعد مالتك يفتح لك اياه بطريقة يضمن ما راح يصير بيها اي contamination عن طريق انه يلزمها من الطرف. Anything placed on a platform should be sterilized or disinfected. اي شيء محطوط على البلاتفورم هاي قدامكم لازم يكون معقم 100%. Care should be taken not to allow excessive moisture to get on the towels or paper. لازم نضمن انه ما نحط كمية هواية من الرطوبة على التاول او البيبر. يعني هذا الشيء شو وقت يصير انه يصير اكو فد مواد رطبة راح تصير انه انت من تتعامل وياها الادوات وتخليها بالبيشنت يعني تستخدمها، يعني ممكن يتعرض للسلايفا وهاي بالتالي يصير الادوات رطبة. فانت تحاول تتجنب هذا الموضوع عن طريق انه تمسحها وما تخليها على البلاتفورم وتسبب لك الجسمة تسبب لك انه هاي البلاتفورم الخالها يصير بها رطوبة هماتين وبكميات كبيرة. زين. If the towels become saturated they can allow bacteria from the unsterilized undersurface to wake up the sterilized instruments. طبعا اذا انت نسيت هذا الموضوع انه خليت المادة او الاداة اللي انت تعرضت للرطوبة وخليتها بالبلاتفورم، ممكن البلاتفورم كلها راح تصير بيها مويستر، وبالتالي ورا ما يصير بيها مويستر راح تخلي الوسط كلش مناسب للبكتيريا انه تنمو، بالتالي راح تسبب contamination لكل الادوات اللي موجودة وتخرب لك السترلايزيشن والادوات مالتك كلها. Operatory disinfection. This can be achieved by 2 basic methods. طبعا هذا الشيء راح نحققه انه الادوات مالتنا او العملية الجراحية مالتنا تكون معقمة، وبنفس الوقت راح نسوي هذا الشيء بطريقتين. الطريقتين اللي هي first is to wipe all surfaces with a hospital grade disinfectant solution. راح نجيب فد مادة معينة نمسح بها الاسطح كلها، وتكون هاي المادة يعني حائزة على درجة يعني مال المستشفى، انه انت كأنما تشتغل بمستشفى وهي جاية يعني اصلا هاي المواد مخصصة للاجواء مثلا مال المستشفى او مثلا اماكن معرضة للديسنفكشن اللي مثل المستشفى او العيادة، فتكون هاي المواد مخصصة لهاي الامور فتجي تمسح بها السيرفيسز.
The second is to cover surfaces with the protective shields that are changed between each patient. طبعا انه ممكن نستخدم فد غطاء معين شفاف اي شيء على مود نستخدمه كدرع واقي بعد ما انه كل بيشنت يجي ويكون هذا disposable على مود نضمن انه احنا ما نسوي نقل للعدوى بين بيشنت وبيشنت. Fortunately, many chemical disinfectants including chlorine compounds and العموم فهاي المادة ايش راح تسوي لنا prevention انه الهيباتيتس فيروس او الكبد الفيروسي ينتقل بنسبة كبيرة من نحطها على الاسطح بنسبة معينة اللي هي مكتوبة قدامكم اللي كلوراين 0.2 ال 2% للكلوتارديهايد. زين الهيد ريست او مكان انه البيشنت يحط راسه وتقدر تسوي الاوبريشن عليه او التري تيبلز اللي هو المكان اللي تخلي عليه ادواتك. controls for the chair يعني شلون تتحكم بالكرسي and light handles اللايت شلون تتحكم بيه يمنى يسرى can be covered with commercially available single-use disposable covers. هاي كل الأمور البسيطة اللي أنت ممكن تستهان بيها تقدر تحافظ على إنه ما تخلي patient مالتك أو غيره يتعرض للعدوى عن طريق إنه تحط cover و disposable وبالتالي تخلص من هاي المشكلة بين patient و patient. The rest of dental chair can be quickly sprayed with a disinfectant. بقية الدنتال chair راح تيجي أنت تجيب معقم ترشه وبالتالي تخلص من هذا الموضوع. Countertops usually come into contact with patients only indirectly. طبعا الكاونترتوبس يقصد بيها حرفيا هو مثل السينك يعني هذا اللي بيه مي فممكن انه البيشنت يعني يصير تلامس بينه وبينها بشكل غير مباشر. فالكاونترز لازم بشكل عام تكون بين فترة وفترة انت تسوي له disinfection وخماتين بحالات اللي انت تكون تسوي بيها سيرجري بين فترة وفترة. هذا كان كل شيء. اعتذر انه هواية كنت سحقت والسبب انه والله مريض. اتمنى الشرح يكون وافي. الملزمة بصراحة يعني كل سهلة بس تحتاجون تركزون على الفروقات البسيطة بين يعني مثلا على سبيل المثال sterilization مثلا disinfection وغيره الانتيسبتيك والديسنفكتنت وهاي الامور. يعني هاي التفرقة بين هاي الامور كلها كلش تكون مهمة انه ممكن تجي بالامتحان. هي المحاضرة كلش نظرية تخص شلون يعني انت تسوي كذا شغلة ما اتصور اكو بيها فد شغلة فهم وتحتاج تدوخ راسك بيها مجرد معلومة تحفظها وخلاص ماكو فد شي يعني احسه علمي 100%. المحاضرات الجاية راح اقدر اكون وياكم علمي 100%. انا بصراحة اكره هيك محاضرات والسبب انه تحسها حفظية اكثر من ما هي فهمية تعداد وكذا و disadvantage و advantage. فالمحاضرات الجاية فهمية اوعدكم انه راح تكون افضل بهواية من هاي المحاضرات اللي شرحت اللي هي 1 و 2. مثل ما شرحت المحاضرة 5 متأكد الشرح عجبكم كان بيها. وهذا كان عندي كل شيء.